السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن تكونوا بأفضل حال، ربي يرزقنا وإياكم سعادة الدارين، اللهم آمين. جمعة مبارك علينا وعليكم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير يا رب وانتم عم تشاهدون الفيديو. وإذا عجبكم روتين اليوم، طبعا هو عبارة على وصفتين، إن شاء الله تعجبكم. إذا عجبتكم لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا. يلا نبلش بالوصفات إن شاء الله تعجبكم. هين يا بنات الوصفة عبارة على عندي هين كوب تمر ونص كوب عين الجمل، وعندي هذا الزعتر السمسم الأسمر، وعندي هين التين المجفف. هاي تحصلونه بالمحامص، هذا ماركته. شوفوا كيف، هذا تقريبا كيلو. عندي هين علبة معقمتها ونظفتها تمام. هاي يا بنات الوصفة الفيتامين د اللي عندهم ألم بالمفاصل كثير ممتازة، خاصة الكبار بالعمر يعني يعملها الواحد، يخلط الكميات هاي. إن شاء الله تشوفون شلون أساويها، وياخذها على الريق. طبعا بعد ما تخمرونها 4 أيام 5 أيام تخلونها مع بعض، بعدين الواحد يستخدمها وياكل منها. تخمر بزيت الزيتون. هين أول شي نبلش مع التمر. أحشي عين الجمل. شوف شلون الواحد يشيل هيك القطعة ياكلها، يعني نقطعها بالنص كذا وانزلها هين بالعلبة. بسم الله. هين التين نفس الشيء، التين افتح قلبه، يكون بيدود او معفن، يعني الحذر واجب. الحمد لله شكله نظيف. كذا اقطعه بالشكل هذا. شوف شلون قطعه 4 قطع. التمر نفس الشيء، اشيل النوع حقه. هاي كثير حلوة يا بنات خاصة الشتاء، يعني أغلب الناس تهيض عليها ألم رجلينها ركبها بالشتاء. أنا دائما كل شوية أنزلها، طبعا أعملها يعني بالقناة وأسويها لبيتي. شوف شلون عين الجمل كثير طيب مع التمر، حلو هذا مع القهوة الواحد يساويه. نفس الطريقة كامل. شفت شلون نفس الحركة هاي أسويها، ألعب بالعلبة هاي، بعدين أنزل عليه حبة البركة والسمسم وزيت الزيتون. خلصوا آخر شي، بعدين أشوفكم النتيجة النهائية إن شاء الله. شوفوا هين يا بنات بعد ما قطعت كل المكونات شلون نزلت عليه السمسم، حبة البركة والجوز. هنا أنزل عليه زيت الزيتون الأصلي، وأنا أحسن نوعية استخدم عندي هذا زيت الزيتون ما شاء الله تبارك الرحمن، أحسن نوعية. هنا وأعبي العلبة. بسم الله ما شاء الله. يعني الخلطة هاي الواحد يكتفي بيها إنها مذكورة بالقرآن، التين والزيتون، خلاص يكتفي بهالكلام هذا، ولا على فوائدها عظيمة. نزيدها لين تتعبى. وين اخليها تتخمر 5 أيام اسبوع عادي، بعدين الواحد يستخدمها على الريق. ما شاء الله تبارك الرحمن. والخلطة الثانية يا بنات هي الألم الانزلاق الغضروف. جد يا بنات راح تتفاجئون انه هالشي الحبوب هاي يعني تسوي المعجزات جد. حبوب الرشاد، حبة الحمرة، هذه كثير حلوة يا بنات. بس الواحد شلون يستعملها، ياخذ معلقة، يجي معلقة أكل ينزلها بكوب وينزل عليها حليب دافي. عرفت شلون؟ حابين تحلونها طبعا بس بعسل مسلوح، ونقلبها مع بعض
نتركها 5 دقات لين تنفش حبة الحمرة هذه، بعدين ناخذها. هنا يا بنات بعد ما خليناها 5 دقات شوف شلون فاشت على وجه الحليب. هتستخدم طبعا ناخذها الصبح والمساء، طبعا ناخذ نص المعلقة الصبح نص المعلقة المساء، نستمر عليها لمدة 15 يوم وشوف شلون النتيجة، وإن شاء الله تدعوا لي يا رب. طبعا تفيد للركب للألم المفاصل كامل، كثير حلو. اقرأوا عنها حبة الحمرة يعني فوائدها معجزة. الحمد لله رب العالمين. الواحد يجيب أشياء تكون طبيعية، يبتعد عن الأشياء اللي فيها مواد كيماوية يعني الحبوب الأدوية، قدر إمكانكم استعملوا أشياء طبيعية. بس والله هذا كان وصفاتنا اليوم، إن شاء الله تعجبكم. وهين الحمد لله رب العالمين خلص روتين يوم الجمعة وطلعنا نتمشى على الحديقة. هين حاطين قسم رياضي وأجهزة ما شاء الله تبارك الرحمن. قعدنا طبعا نتريض، مشينا، بعد ما مشينا جينا هين على البسكليتات، عاملين هين بسكليتات. شوفوا شلون زاد عاملين الجامع المسجد منورينه، إضاءته منورة كل الحديقة. طبعا طلعنا احنا والصغار ونغير جو ودرنا الحديقة طبعا كلياتها، بعدين رجعنا على البيت. طبعا هذا كان روتين اليوم، ان شاء الله يعجبكم، وفي امان الله يا احلى متابعين.